السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو صلوا على النبي، اعملوا متابعة القناة ودوسوا لايك. طبعا احنا لسه يا جماعة ما طلعناش من المطبخ، النهار اللي واقفة على فكرة احنا في قلب المطبخ. كل يوم عايزين اكل جديد، كل يوم عايزين صنف جديد. طبعا عيد الاضحى بقى يعني لحمة، ما بنطلعش احنا من اللحمة بقى لسه الحال. النهارده بقى قلت لهم انا هعملها لكم مسلوقة. انا عن نفسي بحب اللحمة المسلوقة، بفضلها اكتر يعني. بس انا بحب اديها تشويحه كده. يعني في ناس بشوفها بتقول ده احنا بنغلي الميه الاول وبعدين اول ما تغلي نحط الحاجات. لا، انا بحب اديها اول تشويحه كده مع الخضار بتاعها واللورا والقرفه والفلفل الاسود وكده، وبعدين لما تتشوح وتبقى تاخد بقى الصدمه كده ابدا ان انا ازود ميتها تاخد مع نفسها سواها. بس الواحد صراحه محتار هيعمل جنبها ايه، بس هتبقى يعني ناويه ان شاء الله من رز بسمتي. احنا ما جبناش فراخ خالص في العيد ده الحالي، يعني قضيناها بقى بط ولحمه وكباب حله ورقاق والحاجات دي، ما عملناش فراخ. دي بقى تشم ريحتها من اخر الشارع، انما التانية دي بحس ان انا مش عارفه، بحس ان انا بعوق. انما كده بحسها صراحه بتتنكه اكتر ويبقى طعمها احلى اكتر. انا في مره عملتها حطيت معاها حته فلفل اخضر، مش عارفه ليه حطيت حته فلفل اخضر طلعت حراقه، خلت الشوربه حراقه نار واللحمه حراقه نار ومحدش كلها. كان يوم نيوها وانا حرمت احط فلفل اخضر في الشرب. بخاف لحسن حتى لو انا دقته وعرفت انه بارد بخاف لحسن يطلع حراق في البتاع. اعتمدي الطريقه ديت على فكره حلوه جدا، وكل اللي هياكلها من عندك او هيشرب الشطه من عندك هيسالك عليها. وشفت ناس تانية بتقول احنا بنحمرها في معلقه سمنه وبعدين بنزود الشطه الميه بتاعتها. بس انا الصراحه ما جربتش الطريقه دي خالص، بس بفكر اجربها. انا حاساها هتبقى كويسه او هتبقى حلوه برضه. انا بزود ميتها كلها مره واحده عشان خاطر ما ارجعش ازود تاني.